وين وصلتها؟ كارثة يا صاحبي. حسبي الله ونعم الوكيل مدير معه. في مكان يفترض به أن يكون منبع الأخلاق، كيف لا وهو يسمى بالمؤسسة التربوية، حيث يكمل فيها التلميذ تربيته بالدرجة الأولى وتعليمه في المرتبة الثانية. لكن ماذا لو كان المربي في حد ذاته بحاجة لإعادة تعلم أسس التربية؟ وماذا لو كان هو الآخر يفتقر للأخلاق الإنسانية والمهنية؟ في حادثة وقعت في متوسطة ذويبي مداني ببراقي بالعاصمة الجزائر، كانت ضحيتها التلميذة لكحة الهند أسماء البالغة من العمر 14 سنة، تلميذة بالطور المتوسط، أين تعرضت لضرب مبرح من طرف مشرفة تربوية أو ما تسمى في أوساط الجزائريين بالمراقبة، حيث وبعد خلاف التلميذة مع زميلتها تم إخراج أسماء خارج القسم من طرف 3 مراقبات، كانت 2 منهما تقومان بسبها وشتمها، فكان العنف لفظياً، لتنهال عليها المراقبة الثالثة بالضرب المبرح مستعملة قبضة اليد، حيث كانت ترتدي خواتم في يديها ما زاد من حدة الضرب، وهو الأمر الذي خلف أضراراً أكبر، حيث أصيبت الفتاة بكسر في كتفها وكانت تستفرغ أثناء ضربها. أسماء قالت أن المراقبة لم تكتفي بهذا القدر، بل قامت بتهديدها بأنها ستنزع عنها ثيابها لتتركها عارية أمام زملائها، ناعتة إياها بألفاظ نبية، مدعية أنها تقوم بتربيتها كون أمها لم تقم بذلك لتتسبب لها بإصابة بليغة. المراقبة لم تكتفي بذلك ولم تعتبر، لتعاود الاعتداء على الفتاة مرة أخرى بعد أيام من صفح عائلة التلميذة وعفوهم عن المراقبة بعد اعتذارها وتوسط مسؤولي المتوسطة، لتعيد اعتداءها على الفتاة وتزيد من حجم إصابتها وتضاعف ضررها. هنا دخلت أسماء في نوبة هلع حادة، حيث صرح والداها أنها تتعالج عند طبيب نفسي، وبدت الفتاة في حالة نفسية متدهورة، حيث بدت في حالة من الخوف وعدم الاستيعاب أثناء استذكارها للوقائع. أسماء رفضت رفضاً قاطعاً العودة إلى الدراسة. والد الفتاة صرح أن القضية دخلت أروقة العدالة وأنه لا تنازل هذه المرة. لكن السؤال المطروح هو: ما معيار توظيف المسؤولين في المؤسسات التربوية؟ وهل يتم دراسة جانبهم النفسي قبل توظيفهم، أم أن التوظيف يتم دون مراقبة لهذا الجانب؟ فلا يعقل إطلاقاً أن إنساناً بالغاً لا يستطيع تمالك نفسه وقضم غيظه أمام استفزازات فتاة صغيرة أو حتى مراهقة، ولا حتى احتواء مناوشات التلاميذ، فإلى متى سيبقى بعض المسؤولين التربويين يقومون بإخراج عقدهم النفسية على التلاميذ؟ وإلى متى تستمر مهازل المؤسسات التربوية؟ وفي ختام هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في قناتنا زارا لتكونوا على علم بكل ما هو جديد.